ازيكم؟ انا نرمين حكيم وبقدم بودكاست قلم حبر. حبيت النهارده اقول لكم على حاجات فهمتها وتعلمتها سنة 2025 من معاملتي مع ناس اكتر من تجاربي لحاجات كتير حصلت معايا، واتمنى تستفادوا منها وتخرجوا تكتبوا لي في الكومنتات ايه اللي اتعلمتوه السنة دي. اكيد مستغربين ليه نزلت بودكاست بره يوم الاربعاء، بس هتعرفوا ليه في الاخر. يلا بينا نعرف ايه اللي اتعلمته وفهمته سنة 2025 ومش هطول عليكم كتير. 1. إن الصلاة حقيقي بتعمل معجزات، وإن زمن المعجزات لسه موجود، وما تصدقوش أي حد بيقولك زمن المعجزات ده كان زمان وبس. لأ، فيه وكتير قوي، وأنا مجربة ده وأكيد في منكم كتير مجربه. 2. تعلمت إن الاستسلام بيوقع صاحبه، إنما الإصرار على النجاح بيعلي صاحبه وبيديله قوة وشجاعة. 3. تعلمت إني مش محتاجة أرد على الإساءة، أنا بدي ربنا المشكلة والشخص اللي مضايقني وهو بيتصرف معاهم بطريقته. 4. تعلمت إنه مش هيحترمني ومش هيحترم حدودي ما ادلوش مساحة كبيرة في حياتي. 5. تعلمت ما اتوقعش إن الناس كلها حلوة، في الحلو وفي الوحش، وإن كل واحد بيتعامل بتربيته وأصله. 6. فهمت إن الكبرياء بيقتل صاحبه بالبطيء وبيخلي الناس تنفر منه. 7. فهمت إن الشخص اللي ما بيعترفش بغلطه بيأذي نفسه أولا قبل ما بيأذي اللي حواليه. 8. فهمت إن الشخص اللي مش بيحب نفسه عمره ما بيقدر يحب اللي حواليه، وبيبقى فاكر طول الوقت إن الناس ما بتحبوش وبتكرهه، وحقيقي بيبقى مقتنع بده. 9. فهمت إنك أنت اللي بتختار معاملة الناس ليك، يا بتختار يعاملوك كويس ويكونوا جنبك، يا بتختار تكون لوحدك على طول. 10. اتعلمت أقول لأ لأي حاجة ممكن تأذيني. 11. اتعلمت إن أشغل نفسي بخدمتي وابني وجوزي وأهلي وأحلامي وبس، هما كده دول مكفيني وزيادة. 12. اتعلمت أخرج أي حد من حياتي لمجرد إنه حسيته هيخليني أفقد سلامي. 13. فهمت إن في ناس عمرها ما هتتغير، وللأسف في ناس هي أصلا مش عايزة تتغير، فما بتعبش نفسي معاها. 14. فهمت إن في كلمة بتقولها وقت عصبية وغضب ممكن تجرح وتأذي اللي قدامك بطريقة ممكن ما تتخيلهاش، وممكن اللي قدامك ده ما يستاهلش منك يسمع الكلام ده. فتعلمت إني حاسب قوي على كلامي، وإن فعل العصبية والغضب لو ما قدرتش تسيطر عليهم ممكن يوقعوك كتير وإنت مش عارف. 15. تعلمت أدي لنفسي فرصة أفهمها، أدي نفسي مهام أول مرة أعملها عشان أختبر نفسي وشخصيتي، والموضوع ده حقيقي فرق معايا قوي، لأن بعد فترة من خوف من أي فرصة بتجيلي بقيت أنا اللي بحاول أصطاد الفرص. وفي جملة حد قالها لي قبل كده وعمري ما هنساها: اعملي أي حاجة، أي مهمة تحسها صعبة اعمليها، اشتركي واختبري نفسك في حاجات كتير، ما تقفيش وتقولي ما بعرفش وخايفة، ما تخليش الخوف يخليكي واقفة مكانك، انت عندك مواهب استفيدي بيها. وده طبقته بالحرف وحقيقي فرق معايا قوي، وبسبب كده اكتشفت حاجة فيا عمري ما كنت أعرفها عن نفسي، وعرفت إني إنسانة قيادية وأقدر أدير أمور أنا ما كنتش متخيلة إني أديرها في يوم من الأيام. وحقيقي الموضوع ده فرق معايا قوي، لأن اكتشفت حاجة فيا أنا أصلا من زمان كان نفسي تكون فيا، بس للأسف ما كنتش بدي نفسي مهام تخليني أفهم نفسي أكتر. فشكرا لأي شخص كان شايف فينا حاجات إحنا مش شايفينها في نفسنا، شكرا لأي حد بيدعمنا وبيسمعنا وما بيقللش من أي حاجة بنعملها. نيجي بقى ليه نزلت الفيديو ده النهاردة؟ يا ترى ليه؟ لأن النهاردة عيد ميلادي، والمرة دي حقيقي مميز لأني معاكم وبتكلم معاكم وبقول لكم كل حاجة جوايا. شكرا إنكم بتسمعوني. والنهاردة مش حلقة من البودكاست، هي رسالة شكر ليا على اللي اتعلمته وفهمته وحسيته السنة دي. حابة أقول حاجة لنفسي وحابة إنكم تسمعوها معايا. حابة أقول لها شكرا إنك اجتهدت السنة دي رغم إن كان في حاجات كتير وحشة بتحصل، بس إنت كنت قدها. شكرا إنك كنت بتقومي من أي تعب ووجع أقوى من الأول. شكرا إنك كنت قدوة لغيرك. شكرا إنك كنت مؤثرة في حياة حد تاني بسبب البودكاست. شكرا إنك كنت قدها الموسم ده وخلصتيه كله من غير ما تقفي. شكرا إنك دايما بتحاولي طول الوقت. شكرا إنك اتعلمتي وفهمتي الحاجات دي كلها، لأنها حقيقة هتفيدك أوي السنين الجاية. شكرا إنك قدرتي تقولي لأ لحاجات كتير، وقدرتي تحطي حدود واضحة ما كنتيش عارفة تحطيها وتطبقيها كويس قبل كده.
بحبك يا نرمين على إصرارك ونجاحك وأحلامك وأهدافك ومحبتك لكل الناس. بحبك إنك شخصية قوية جدا وقادرة تحققي اللي نفسك فيه، وهتحققي باقي الأحلام والأهداف اللي محققتهاش لسه إن شاء الله. شكرا إنك بتحاولي رغم أي ظرف وحش بتقع فيه. ودي كانت آخر حاجة هقولها لكم في الموسم الثاني، وبإذن ربنا هحضر لكم موسم مختلف ومميز وهيفيدكم أكتر. استنوا، أنا مش هقدر أغيب عليكم كتير تاني. شكرا عشان كنتوا عيلتي التانية. شكرا لكل حد مستمر بعد كل حلقة يسمعها يجي يقول لي رأيه. بجد انتوا نعمة كبيرة في حياتي ومش هقدر أوصف حب ليكم. استنوني قريبا في الموسم الثالث من بودكاست قلم حبر. كانت معكم نرمين حكيم. باي باي.